عليكم يا رجاله. يوسف حماد وادهم محفوظ. طبعا الماتش خلص 2-1 للزمالك. خساره انا شايفها بالنسبه لي خساره مستحقه. برضه عايز اخد رايك في بدايه تشكيل النادي الاهلي. انت شايف بمنتهى الامانه يعني كان في فتي كتير قوي 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 من كله. يعني عندك اول حاجه حته اللي انا العب بمودست كارضاء لنفسي، ارضاء لوجهه نظري، اللي انا جايب مهاجم عادي هو فاشل، مش لازم اعاند وانزله في ماتش انا مش محتاجه. انت بدايه تشكيلك، انت ماتش هتلعب اللي انت مش متارجت انت تمسك كوره قوي، تمام؟ مودست هيفيدك بايه؟ كنت ممكن انزل لعيب زي اسامه ابو علي، او ممكن تبدا بيهم هما الاثنين مودست واسامه ابو علي. انا شايف انه كان ممكن يبدا بالاثنين. هو كولر عامه لما بتشكيلته هو مثبت السيستم مع 4-3-3، فاثنين مهاجمين مع اثنين اجنحه، انت كده هتحط اثنين بس في نص الملعب، وراعي الاثنين، انت ما عندكش الاثنين اساسيين بتوع نص الملعب، ما عندكش مروان عطيه، ما عندكش امام عاشور، فانت اعتمدت في نص الملعب ان انت تلعب ندفد وكوكا وقفشه. دي الخلطه الثانيه في التشكيل. انا ليه العب ندفد؟ انا اعتمدت هو مش هشيل مروان احط ندفد، هي دي نفس الادوار. ندفد ما بيعرفش يستلم تحت ضغط، ما بيعرفش بالكوره ولا عنده كنترول ولا عنده اي حاجه، وحتى مش جاهز بدنيا، ما بيعرفش يستلم بظهره. عمل فاول في اول 25 دقيقه، هو من بعديها طلع بره الماتش وطلع نص ملعب الاهلي معاه اكتر ما هو طالع. تمام. كنا هنتكلم كمان عمر كمال ومحمد هاني في ناحيه واحده. هو المشكله دي اكتر حاجه وحشه شفتها في دي اللي هنتكلم فيها بقى. مشكله اللي عند مع كله، انت لما اتزنقت في الماتش واضطريت تختار باك يمين واحد، انت لعبت عمر كمال، فليه من الاول احط عمر كمال؟ لا احط عمر كمال وينج. لا قبلها بماتش عمر كمال عامل ماتش عالمي، تمام. خلاص الماتش الثاني ما تلعبش هاني. انا هقول لك وجهه نظر واقول لك يا صح ولا غلط. هو حاطط محمد هاني بحيث اللي هو يقفل على حته ناصر ماهر. انا شايفها بامانه لا، احترام مبالغ فيه لفرقه الزمالك اللي هي فرقه راحت ولا جت، فرقه لسه مش واقفه على رجليها. ايوه، وبعدين ناصر ماهر كتير قوي ولسه مدرب جديد وبتاع. انت مع كل الحياه بتاعتك دي 45 دقيقه لما حبيت تلعب وحبيت تمسك كوره وحبيت ما تعاندش، مسكت عليهم كوره عادي ورحت. ما ضيعتش فرص كتير عشان انت قايب عندك اسماء تقيله، عندك قايب عندك الشحات، قايب عندك بيرستاو، اللي هم الاثنين اللي ساعدوك ان انت تاخد افريقيا السنه اللي فاتت. فهي من الاول كان ملهاش اي لازمه. كنت ممكن عادي احط عمر كمال باك، تمام، واحط اي وينج قادر والناحيه الثانيه رد، وانا ممكن كده تقول لي دور الدفاع، اقول لك انا كده بلعب بتاعت نص ملعب. لان لعيب زي كوكا هو دور الهجومي ككورته قليله، ممكن كوكا لسه يجي في المستقبل، بس دلوقتي هو كورته قليله. كنت ممكن عادي ارميه ناحيه الرايت، كنت ممكن مثلا لعيب زي قفشه اللي هو المسؤول عن نقل الكوره النهارده كان سيء قوي، كنت ممكن انزل السوليه واحطه هو جنب كوكا، الاثنين محور في نص الملعب، واحطه قدامهم قفشه. كانت حاجه سهله، والعب 4-2-3-1 بيزك عاديه. بس هو للاسف هو بيعاند مع انه هو عارف ايه الصح. يعني هو لما اتزنق في الماتش ما غيرش متاخر على عبده، هو بدا عادي وغير في الدقيقه 45 ما بين التغيير بتاعت كهربا. شفتها ازاي؟ تغيير كهربا دي تحيه روتينيه. انت لا يا ابني منزلها يا ابني، ده منزل كهربا بالظبط وباقي 5 دقايق. ما هو انت فاهم تبديل الكهرباء، انت كده كنت ماسك الملعب قبل ما تنزل الكهرباء بيجيك الجول، ماسك الملعب بتلعب قدام حسام، وعلى الرايت عندك رضا سليم، وعلى الليفت عندك اسمه ده احمد عبد القادر. فانت معاك خط هجوم كويس اللي هو يشغلك. في المقابل فرقه الزمالك كانت عماله تدافع، فانا كان ممكن ينزل كهربا مثلا. حسام عبد المجيد كان عامل ماتش حلو. ايه؟ حسام عبد المجيد بتاعهم كان عامل ماتش حلو. للاسف دي حاجه برضو احنا اللي صيدت دفاع الزمالك عشان انت بتلعب في كوره عاليه، كوره عاليه. عندك هاني كاوفرات طبعا كارثه، وعندك معلول كله اوفراته عاليه، دي على فرق عدد معلول طبعا. فانت للاسف انت عرفت تخسر نفسك الماتش كان سهل. هل الاهلي هياخد الدوري ولا لا لسه بدري. لسه بدري قوي يعني. احسن مفيش فرقه تقدر تضغط نفسك. حتى الزمالك النهارده مش ده الفريق اللي تقول ان هو هيزاحمك في سباق الدوري. ممكن الزمالك كمان سنه يبقى كويس، انما السنه دي لا، صعب. طب بيراميدز زي ما انت عارف، يعني انا من وجهه نظري اسباب الهزيمه غير ان التشكيل وحش، اللعيبه بقى نازلين مش مدين الزمالك قيمته. كولر مدي للزمالك قيمته في حوار الخطط، وان هو مقفل وان هو عمل كحور، بس ما اداش الزمالك كاستعداد للماتش. انا لو مستعد للماتش، انا حسيت مثلا في التشكيله اللي انا عندي ماتش يوم السبت مع مازيمبي وعندي ماتش النهارده، كاني بلعب النهارده مع فاركو او انبي. هو ما اداش استعداد لماتش ديربي، ماتش جماهيري. يا رب في الاخر يكسب بس مازيمبي. شايف في الاخر احتفال الجمهور مع اللعيبه بتوع الزمالك. هو بص، انا ليا راي في الحوار ده. انت لو كسبت المصريه للاتصالات حقك تفرح، حقك تحتفل.
بس مش من حقك اللي انت تخلي الناشئين بتوعك والجهاز واللعيبه ياخدوا عندك الكور. بره ما تخلينيش اخد الكوره والعب. يعني الزمالك لو راح لعب اللي فرقه في شمال افريقيا زي الترجي ولا الوداد حصل في حاجه زي دي، جمهور هيطلع اسمه ده متضايق. كم فانت النهارده لما تاخد الكوره وتخليني ما العبش على الاقل ابسط حقوقي، فدي كارثه ما تجيش من فريق كبير. لا هي ما تجيش من فريق كبير، وان هم ينزلوا الكور، انتوا اخر دقيقتين بينزلوا كل الكور في الملعب مره واحده. اللي كان اللي شاف في البيت مش زي اللي شاف من الملعب. بالظبط. ده كوره مصطفى شوبير فاكر اللي تصدها اه. كورتين نزلوا الملعب مره واحده. كورتين نزلوا الملعب بعد ما وقله وقفنا ادب، دقيقه مستنيين والاداريين يا ابني مخبيين الكور تحت الدكه. ويا جدعان في ايه يا جدعان؟ هو انا عمري ما قابلت فريق زي ما انت قلت بالنجاسه دي نجاسه كرويه والله قسما بالله نجاسه كرويه. يعني الاهلي افتكر لما خد نايب قرن في جاب جون قفشه، الاهلي ما ضيعش وقت، الأهلي الاهلي ضيع ما ضيعش وقت بطريقه ان هي الكوره في الآخر. لعيب مثلا ياخد فاول، لعيب يعمل هي دي اللهم الا الدقيقه اللي في وبعدين ماتش بص الشناوي. معلش ما بس نهائي افريقيا. ما انا فاهمك انا اللي انا شفته النهارده في الزمالك، انا حاسس ان هم احنا في 2020 والزمالك كسب افريقيا بس هم يستحقوا، هم يستحقوا الموضوع. النقطه بتاعت انا لو كسبت مصير الاتصالات حق احتفل بالظبط. انت ما تشاركنيش احتفال بالظبط. بس مش من حقك ان انت تاخد الكوره وتخليني ما العبش. بس انا بص انا شايف الاحتفال يعني هو مش مبالغ فيه قوي، بس يعني ايه هو حاجتين بس. انا حاسس ان الزمالك ولاعيبته خدوا بطوله، هم مستنيين كاس. يعني انا متاكد ان شيكابالا قاعد دلوقتي في استاد القاهره مستني الكاس وبيقول لهم انا مش هروح غير لما اخد الكاس. هم زودوها شويه واوفر في قله الادب ان انت ما بتديش الكور للناشئين، الناشئين بتوعك خلاص دخلوا اوضه اللبس لينا راجع لينا راجع الدور الثاني. كان معايا يوسف حماد، هيبقى معايا في معظم بقى فيديوهات التحليل اللي جاي ان شاء الله. وباذن الله الاهلي يفرحنا في اللي جاي ان شاء الله. الدوري في الاخر بتاعنا باذن ان شاء الله. الله افريقيا بتاعت السنه ان شاء الله. السلام عليكم.